هل كل الداتا سنترز زي بعض؟ الحقيقه لا. عشان كده في حاجه اسمها الداتا سنتر تيرز، وبتكون من تير 1 لحد تير 4، والتصنيف ده من ابتايم انستيتيوت. والمسمى بتاع الكلاسيفيكيشن ده هيختلف لو هنمشي على ستاندرد زي تي اي اي 942. بدل ما هيكون من تير 1 لتير 4 بيبقى اسمهم من ريت 1 لريت 4. تعالوا ناخد اوفر فيو سريع على الكلاسيفيكيشنز دي. تير 1 وهو عباره عن البيزك كومبوننتس. كل الكومبوننتس في المستوى ده بتكون بنظام n equal n، يعني مفيش اي ريدندنسي. بيكون في سنجل باث للكولينج والباور، ولو هيكون في صيانه في النظام ده لازم هيكون في شت داون كامل، يعني اي عطل بسيط هيأثر على الكريتيكال انفايرمنت كلها. والنظام ده بيستخدم عاده في الشركات الصغيره والبيئه اللي بتكون السنسيتيفيتي فيها مش عاليه قوي. تير 2 redundant capacity component. في الكلاسيفيكيشن ده بناخد خطوه لقدام. هنا بنبدا نضيف شويه حمايه اكتر بان يكون عندي n+1 components. لسه عندنا سنجل باس بس بيكون فيه سبير كومبوننت، وهنا بنقدر نعمل صيانه لبعض الكومبوننتس من غير ما يكون عندي توقف كامل. والكلاسيفيكيشن ده بيكون مناسب اكتر للشركات المتوسطه والعمليات اللي بيكون الاب تايم فيها مش كريتيكال قوي. تير 3 concurrently maintainable، وده الكلاسيفيكيشن اللي فعلا بيبدا يكون المستوى فيه احترافي. في الكلاسيفيكيشن ده بيكون عندي n+r components، وبيكون عندي مسارين للتوزيع دول ديستريبيوشن باس، واحد منهم بيكون اكتف والتاني بيكون ستاند باي. الكلاسيفيكيشن ده بنقدر نعمل مينتننس لاي كومبوننت من غير ما نوقف الخدمه، مناسب للبنوك، اي كوميرس، واي بزنس بيشتغل 24/7. تير 4 فولت توليرانت، وده بقى التوب ليفل. كل حاجه فيه برضو بتكون n+r، مش زي ما هو شائع ان لازم يكون 2n+1. بيكون في فروق مهمه جدا عشان تعرف ان ده تير 4. بيكون redundant active distribution bus، ولازم في تير 4 يكون عندي compartmentalization عشان يكون اي فيلير عندي محدود. حتى التبريد لازم يكون في التير 4 شغال بشكل مستمر. continuous cooling بيتم استخدام الثيرمال ستورج لتحقيقه، والنتيجه ان مفيش سنجل بوينت اوف فيلير اطلاقا. المستوى ده معمول للبنيه التحتيه الحيويه الحرجه جدا زي البورصات ومراكز الاتصالات الكبيره. طيب ليه كل ده اصلا مهم؟ لان اختيار التير مش بس قرار تقني، القرار ده هو اللي بيوازن ما بين التكلفه كابكس والابتايم المطلوب، وبيخليك تختار الحل الانسب حسب احتياجات المشروع والبزنس ومستوى الريزيلينس اللي انت بتدور عليه. لو انت بتشتغل او مهتم بمجال الكريتيكال انفراستراكشر والداتا سنتر خليك متابعني، هنتكلم في مواضيع اكتر قريب.